في وسط هاد البلباله اللي نايضه في الويب المغربي، سواء على الاشهارات ديال القمر او لا على البيف اللي نايض بين الياس المالكي والمورفين، ومن وسط كاع هاد البلباله غادي يخرجوا شي يوتيوبرز حيث انهم كانوا كيدعيو بانهم اول وحدين بداو اليوتيوب في المغرب. وهنا بصفتي كموناليز غادي نرتب لكم 6 من اقدم اليوتيوبرز في المغرب، بدايه بالمركز السادس يوسف عبو، او الملقب في السوشيال ميديا بمساحه. غادي انضم لليوتيوب سنه 2016 وكان اول فيديو ليه في السوشيال ميديا قبل 8 سنين من دابا. مساحه كان من الاوائل اللي تشهروا في اليوتيوب العربي، حيث انه كان كيدوي باللغه العربيه الفصحى، والمحتوى ديالو عباره عن نظريات وداكشي ديال المؤامرات. مساحه باقي لحد الان مستمر في اليوتيوب بنفس المحتوى ديالو، وبهذا الكونتنت اللي كيقدم قدر انه يوصل لاكثر من 6 مليون متابع. المركز الخامس جمال عزمي، او الملقب في السوشيال ميديا بجمال الفا، غادي ينضم لليوتيوب سنه 2014 وكان اول فيديو ليه قبل 8 سنين من دابا. في الاول غادي يبدا بمواضيع ديال فن الاغواء، بحال كيفاش طيح البنت، الصفات اللي كيعجبوا البنت في الراجل وبحال هكا. المهم دوك المواضيع اللي ما عندهم حتى علاقه بالواقع، ومن بعد غادي يغيرها للمحتوى ديال الضحك، وهنا غادي تعرف كتار. وباقي لحد الان كيبوستي فيديوهات في اليوتيوب ولكن بواحد المحتوى اخر، بحال الا قلتي اخبار ولكن بنكهه الرياكشن. وبسبب هاد الجهد اللي كان عاطي جمال في الويب المغربي غادي يقدر انه يوصل ل 4 مليون متابع. المركز الرابع سفيان براكه، مول البرنامج الشهير قدورو عويشه. سفيان غادي ينضم لليوتيوب من اوائل سنه 2013 وكان اول فيديو ليه في اليوتيوب قبل 11 عام من دابا. سفيان كان المحتوى ديالو كيقتصر عن برامج ديال الكرتون وكيناقش بهم مواضيع اللي طالعين ترند بطريقه كوميديا، وهذا الشيء اللي غادي يخلي الفيديوهات ديالو يلقاو واحد الاعجاب اللي كبير من عند الجمهور. وبسبب هذا المحتوى اللي كيقدم غادي يبقى يحصد في الملايين ديال المشاهدات، لدرجه انه عنده فيديو ضرب اكثر من 100 مليون مشاهده. ودوك الفيديوهات الاخرين الاغلبيه ديالهم ما بين 40 حتى 30 مليون مشاهد. سفيان باقي لحد الان كيبوستي فيديوهات في اليوتيوب بنفس المحتوى، وحاليا عنده اكثر من 4 مليون متابع. المركز الثالث خالد الشريف، او الملقب في السوشيال ميديا بلاك مصيبه، غادي ينضم لليوتيوب سنه 2012 وكان ليه اول فيديو في اليوتيوب قبل 12 عام من دابا، وكان المحتوى ديالو كيقتصر على انه يدوي على اي موضوع رايج في الويب المغربي ولكن بواحد الطريقه كوميديا. وباقي ليومنا هذا كيبوستي فيديوهات بنفس المحتوى ولكن بمشاهدات طايحين شويه مقارنه مع المشتركين اللي وصل العدد ديالهم اكثر من 1 مليون سبسكرايب. المركز الثاني امين رغيب، او المعروف بقناه المحترف. امين غادي يبدا يوتيوب سنه 2011 ولا شفنا اول فيديو ليه في اليوتيوب غادي نلقاوه قبل 13 عام من دابا، ولكن الا حققنا مزيان غادي يبان لينا باللي امين كان كيدير حلقات بالترتيب، ولكن كيبان لينا في القناه ديال امين ان اول فيديو لاح بادي من الحلقه 253 هو طالع. هادشي اللي كيبين لينا انه كان منزل حلقات من قبل ومسحهم. امين هو اليوتيوبر الوحيد اللي بقى بنفس المحتوى اللي كان بدا به من قبل، وعمره بدل بشي محتوى اخر واللي هو محتوى المعلوميات وامن السبران. وهذا الشيء اللي خلاه انه ينجح في هذا الدومين، ودار بيرو ديالو كيدير فيه استشارات قانونيه في الدومين. وبسبب هذا المحتوى اللي كان كيقدم امين غادي يقدر انه يوصل لاكثر من 4 مليون متابع، ولكن ما بقاش كيبوستي فيديوهات كما كان في الاول. وهنا غادي نكونوا وصلنا لاخر يوتيوبر واللي كان من الاوائل اللي بداو المحتوى في المغرب. المركز الاول، او مول اقدم قناه في المغرب، واللي هو محمد ناصر، او المعروف في الويب المغربي بسلسله بوزبال. محمد غادي ينضم لليوتيوب سنه 2010، يعني 5 سنين من بعد ما تاسس يوتيوب، واول فيديو غادي ينزلوه قبل 14 عام دابا. والمحتوى اللي كيقدم عباره عن واحد البرنامج كرتوني بالدارجه المغربيه، وهاد السلسله ما كاينش شي مغربي اللي ما غاديش يعقل عليها، خصوصا في ديك البوك ديال السيبي، لدرجه انه فاش كان كينزل شي حلقه ما كتلقاش بلاصه، كلشي جالس كيتفرج. وفي ذاك الوقت محمد غادي يلقى نجاح كبير وقدر انه يوصل لاكثر من 2 مليون متابع وبلا ما يبين وجهه في حتى شي فيديو، وبالتالي غادي يكون هو اقدم يوتيوبر في المغرب. المهم الصيانس حتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.